اني تجوزت. طلعت على اوروبا. هم يعني بناتي لما طلعتهم بدري من المدرسه ناوي تودينا في داهية انت. أنا ملاك الدبش. اليوم جولتنا بالبلد، رح أسأل الناس شو أكتر إشي عملتوه بحياتكم وندمتوا عليه، فتعالوا. أكتر قرار أخذته وندمت عليه في حياتي إنه دخلت ناس في حياتي من الأساس ما كان لازم تدخل، يعني ناس دخلت وكسرت وطلعت، ما كان لازم ندخل بس. ناوي تودينا في داهية انت. ما رح نوديك بداهية، أعطينا إشي معكم. الثقة الزيادة بالأصدقاء. اني اشتغلت مع البنك. مع البنك؟ اخذت مصاري من البنك. أخذت مصاري. طب شو أثر هذا على حياتك؟ يعني قلب كل حياتي. يعني صرت اشتغل للبنك. ما بترجع جديد؟ لا طبعا مستحيل. اكثر شيء ندمت عليه ان تركت المدرسه. تمام، تركت المدرسه واشتغلت مرمطت. نفسي ارجع المدرسه بس خلاص الواحد كبر، صار التزامات مسؤوليات، فالواحد يضطر يشتغل اكثر من شغله عشان ايش يسدها. ما في شيء بندم عليه بحياتي، لانه الاشي اللي بتعمليه غلط او بدك تندمي عليه بيكون درس إلك. الضربة اللي ما بتقتل بتقوي. طبعا ندم على صحيح عندي كثير يعني، بس من ضمنهم يعني بناتي لما طلعتهم بدري من المدرسه من ابتدائي ما خليتهمش يكملوا، لو كملوا كلمة لو من عمل الشيطان صحيح يعني خلص، بس فعلا خليتهم يكملوا كان احسن. سؤال، شو أكتر قرار أخذته وندمت عليه بحياتك؟ سرقت سيارة أبوي. سرقت سيارة أبوك، شو عملت فيها؟ طلعت أنا والشباب، روحت على الدار لقيته يستنى بي على البرندة. شو عملت؟ اني تجوزت. اني رجعت من جنوب افريقيا. صح؟ اني ما توظفت الا جديد وانا صغير، ما عمري توظفت. تعرفت على اصحاب كثير طلعوا كلاب كثار. غير اصحابي بس والله كنت طلعت كلاب. والله يعني اكثر قرار يعني بندم عليه الواحد انه انا كانت صحيتي سفره وما سافرت. ما سافرت؟ لا. ما حاولت ترجع تعيد؟ والله حاولنا نرجع نعيدها بس العمر خلص بيلعب دور كمان برضه، يعني لما تكون بعمر كبير برضه يعني تكون صعبة. فيش والله شيء يعني ابدا. بدك تعطينا واحد. ولا شيء والله. ولا شيء ابدا؟ والله ولا شيء. كل حياتك ولا بندمش انا عادي كله طايح. احكي. إنه بدي أهرب من المدرسة وما زبطتش معنا. بس انت هربت ولا لسه؟ لا لسه. رجعت على الأردن. قرار أخذته وندمت عليه أنا ما صارت شيء معنا بحياتكم. دخلنا تمريض. كلكم تمريض؟ دخلنا تمريض للأسف. اكثر قرار اخذته بحياتي وندمت عليه لسه ما اخذتوش ومش راح اندم في حياتي. صراحة طلعت على اوروبا. اوروبا؟ الوطن العربي كله بيحلم يروح هناك. لا بالعكس، اوروبا هي بالاساس كفر. والله بس ما اخذت ولا قرار وندمت عليه بحياتي الحمد لله. كل الاشياء صائبة كانت؟ الحمد لله، فضل ونعمة من الله. انا بحكي لك، طلعت على يعني سافرت الى المانيا 7 أعوام الى برلين، وهنالك ضيعت فرص ذهبية، فرص ذهبية. فأنا نادم على أنني لم أستغل تلك الفرص في مدينة برلين في التسعينيات. بعرف انه في كثير قرارات بحياتنا ندمانين عليها، ولكن بنستنتج انه دائما وابدا الحمد لله على كل شيء ربنا بيختار لنا اياه، اكيد هو الانسب لحياتنا. فشكرا لكم وشكرا انكم كملتوا الفيديو.